ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم السلام عليكم. سؤال لذوي العقول النيرة، وليست العقول المرهونة لشيوخ الفتنة. السؤال: هل تتوقعون من الصحابة الثبات في معركة من معارك الرسول صلى الله عليه وآله، وقد نزل فيهم قرآنا يفضحهم بتركهم الرسول صلى الله عليه وآله قائما يخطب لصلاة الجمعة، تركوه لأجل قافلة محملة بالغوان والحرير والفضة وضرب الدفوف؟ هل يفعلها أحدكم؟ لقد فعلها الصحابة، إنهم الصحابة العدول رضي الله عنهم الذين انصرفوا عن صلاة الجمعة من أجل اللهو والتجارة، ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا عليا وفاطمة والحسن والحسين وسلمان والمقداد وأبو ذر وعمار. يقال أن الباقين 8، بحيث قال النبي صلى الله عليه وآله: لقد نظر الله يوم الجمعة إلى مسجدي، فلولا هؤلاء 8 الذين جلسوا في مسجدي لأضرمت المدينة على أهلها نارا وحصبوا بالحجارة كقوم لوط. ونزل فيهم قرآنا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بينما كان رسول الله قائما يخطب وإذا بقافلة فيها تجارة قد دخلت المدينة من جهة البقيع، وهي تضرب الدفوف والطبول، فانفض إليها المسلمون وتركوا رسول الله ولم يبق معه إلا رهط، فنزلت الآية. عندها قال رسول الله: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم